اهلا بيكم في اول حلقاتنا من حلقات كورس الادوبي اديشن. وفي الكورس ده او في الدوره ديت هعلمك ازاي تتعلم ادوبي اديشن من تحت الصفر للاحتراف. والنهارده معانا اول حلقاتنا وهنتعلم فيها ازاي نعمل امبورت لاول صوت عندنا، وكمان هنتعرف على الواجهه. اعمل لايك سبسكرايب ويلا بينا. بص يا صديقي، انا اسلام مندو، النهارده هعلمك ادوبي اديشن وكمان هنعرف الواجهه بتاعتنا سريعا. بص يا صديقي، هو في شوية بانلز هنا هنستخدمها في القطع وتحديد جزء معين، وهنعرف كل ده مع بعض. وطبعا في شوية بانلز هنا برضو الافكت، هنضيف افكت على الصوت بتاعنا، الحاجات اللي هنضيفها في الفوفريت. مثلا الجزء ده اللي هنستورد بيه مثلا اول صوت لينا، وتعالى نستورد اول صوت لينا. هنتك كليك يمين امبورت، ومثلا الصوت دوت ضفنا الصوت اهو، ظهر معانا في التايم لاين. الحاجات كلها بدأت تتغير اهيت وكلها بدأت تنور. المهم يعني انك بمجرد ما تحط ده في التايم لاين هيظهر معاك البانل دي، هتنور معاك، هتقدر تشغل الصوت من هنا اهو، توقف الصوت من هنا. لو حابب بتعمل ريكورد لصوت ليك، ده هنتعلمه المرة الجاية، وهعلمك ازاي تعمل ريكورد وتعدل على الصوت بتاعك. وده وقت اللحظة اللي واقف فيها الفيديو بتاعنا. بص لو مسكنا دي، آه، لو مسكنا دي بص هتغير الرقم دوت. هنا نقدر نعمل زوم ان زوم اوت، نقدر نكبر معانا، نشوف تفاصيل اكتر للصوت بتاعنا عشان لو في نويز نقدر نعمل لها سيلكشن. آه وهنا بالنسبة للتفاصيل برضو هنا ستارت اند، كل حاجة تفاصيل عن الصوت بتاعنا. وهنا لو لاحظنا تحت هنا لما نشغل الصوت بص بدأ يعمل معايا زي ترددات كده، بيعرفك الليفل بتاع الصوت بتاعك. ده بالنسبة للواجهة بتاعة البرنامج، سهلة وبسيطة. والناس اللي بتشتغل على ادوبي او شركة ادوبي بتشتغل مثلا على ادوبي بريمير، ادوبي لايت روم، ادوبي افتر افكت، فهتبقى الواجهه دي بالنسبه لها مألوفه ليها. والتولز بتاعت ادوبي ما بتغيرش شكلها، وهعلمك ازاي تستخدمها. وبالنسبه اخر حاجه نتكلم عليها وهي الافكت. الافكت ده دوت اللي هتقدر تضيف بيه افكتات وتأثيرات على الصوت، يخلي الصوت في حتة تانية خالص. وفي بريسيتس جاهزة هنقدر نضيفها بعد كده. كل ده هشرحه بالتفصيل، بس انا بعرفك على واجهة البرنامج. اعمل لايك سبسكرايب. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انك تكون استفدت. انا اسلام مندو، بعلمك ادوبي اديشن من تحت الصفر للاحتراف. ودلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو، احب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.